السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا قلنا هنبدأ نشجع الأرجنتين عشان خاطر أبو ريدة وحسام. قلنا الكلام ده في فيديو، قلنا الكلام ده في فيديو تاني ما نزلتوش، راحت عليا انه قبل ما انزله. وقلنا طبعا يعني ازاي انتوا خلتونا نغير او خلتونا غير جلدي واقلع عن تشجيع الأرجنتين بعد العمر ده كله عشان خاطر حسام حسن والمنتخب وابو ريدة وكل الناس. إذ فجأة بعد كل ده نفاجأ بان ابو ريدة كان بيعمل كل الليلة دي علشان يدخل الاهلي بطولة افريقيا. احنا طفحانين الدم وفوزنا بالدوري والاهلي طلع ثالث. ازاي الاهلي يطلع ثالث؟ الاهلي لازم يلعب افريقيا على اعتبار ما سيكون، واحنا بقالنا 100 سنة بنطلع ثالث. مفيش ذكر فيك يا بلد قال اوكي عشان خاطر الزمالك يبقى لازم كذا. وقالوا لك طب، يقول لك طب ما عشان الرعاة. طب ما انتوا ظلمتم الفيفا ان هو عايز يكسب الارجنتين عشان خاطر الرعاة. يقول لك بحكي في المحكمة. على فكرة الكلام ده قلته في الفيديو اللي فات، وقلته في الفيديو اللي انا لسه ما نزلتوش او ما نزلتوش، والكلام اللي بالكم منه ده انما بس بالتذكرة يعني. شيء بالشيء يذكر. الفيفا وازاي تشيل الكارت الاحمر بقرار اداري على اللاعب امريكا. طب ما هو ساعدكم، ده انتوا خدتوا دوري مش كارت احمر. مش كارت احمر اتشال ولاعب شارك في ماتش بعد كام ساعه يعني. ده انتوا دوري طول السنه عمالين نطفح الدم في احنا و بيراميدز. خدتوه من بيراميدز بقرار اداري من احمد دياب وسويلم والدنيا دي. فانتوا جايين دلوقتي تعيطوا عليه وبتتكلموا في ايه؟ وقلنا طبعا يعني هنتكلم على ماتش الارجنتين. اهم حاجه بس قبل ما نخش في تفصيله الخطيب وابو ريده والكلام ده، ماتش الارجنتين لسه خلصان. عشان اقول لكم الناس طالعه كلها، كل البرامج تقول ايه؟ توخيل دافع زي ما كنا عايزين حسام يدافع ويتغلب في اخر 10 دقايق. ايوه حضرتك، توخيل كان غالب 1-0 بس احنا كنا غالبين 2-0 حضرتك. دي الفكره اللي انتوا برضو مش عايزين تقولوها يعني. حتى في التعريص مش عارفين تعملوه صح يعني. حتى في التعريص مش عارفين تعملوه صح يا جماعه. 10 دقايق اما تكون غالب 1-0 غير 10 دقايق اما تكون غالب 2-0. سعادتك تخل امن ودافع وكل الكلام ده وكان غالب 1-0 فدخل جون فيه وبعد كده دخل التاني. فحضرتك خسر الماتش، انما احنا كنا غالبين 2-0. فحتى لو دخل فيك جون هتبقى برضو انت ما زلت عندك الافضليه في اخر 10 دقائق. حتى يا سيدي لو دخلوا التاني هتبقى 2-2، انما انت حضرتك دخل فيك 3 خسرت بعد ما كنت كسبان 2-0. دي بقى الحقيقه اللي هم مش عايزين يقولوها، اللي الكل بيغلط نفسه فيها. يقول لك تخل عمل اللي احنا كنا بنطلبه من حسام وخسر، فيعني ايه عفونا عنك يا حسام. يعني حاجه منيكه، حاجه ملاش اي. حتى بقول لكم في الهبل مش عارفين حتى تستهبلوا صح. حتى في العباطه بتستعبطوا بعباطه يعني. يا اخي يا اخي خليك فصيح. طيب يعني ابعد عن النقطه دي. تخل ما هو دافع في الماتش الاخراني ووصل كان بلجيكا تقريبا، ووصل سيمي فاين. واسبانيا ما هي دفعت قدام فرنسا وده وصلت فاينل. يعني الفكره مش كده خالص يا جماعه. بس بطلهم يعني ايه. ما هو توخل ده دافع وخسر. احنا كنا عايزين حسام يدافع وما دافعش وخسر برضه، فيعني عفونا عنك يا حسام. لا يا حبيبي، توخل كان غلبان خسران 1-0 ولاعبته كانت تكاد تكون يعني ميته. انت كان عندك حلول كتيره قوي، وكان الراجل نزل تغييرات ودافع وبتاع. انت كان عندك حلول كتيره جدا. لو كنت بدل ما تنزل تريزيجيه العيان وزيزو الضايع ومرموش اللي ملوش لازمه، كنت نزلت دونجا ومحمود صابر وحسام عبد المجيد والناس دي. قفل اي حاجه. بص ليس وانت كسبان 2-0. وقلنا الكلام ده مرارا وتكرارا وهنفضل نقوله علشان نذكركم طالما انتوا عايزين تهربوا من الموضوع ده.
الارجنتين عملت شغل في اخر ربع ساعه، ابداع، شغل يتدرس، اقسم بالله يتدرس. الراجل ده يا جماعه لو تاخدوا بالكم نفس التغييرات اللي بيعملها في كل ماتش، نفس العيال اللي بينزلها في كل ماتش، في ماتشنا وفي ماتش كاب فيردي وفي ماتش الماتش الاخراني مع سويسرا، كل ماتش وبيكسب، بيعرف ازاي يكسب. يمكن معانا الحكم ظلمنا، انما تقصير من حسام ومن ابراهيم سعيد ومن كل امين ابراهيم، ياسر ابراهيم، ومن كل الناس دي، صبري، ومن كل الدنيا دي. انما خسرنا. حكم كان عامل مساعد، انما احنا خسرنا بتقصير من حسام ومن اللعيبه. ف اللي عملته الارجنتين النهارده ابداع ما بعده ابداع. فريق عافي، فريق قوي، بيعرف ازاي يخلص الجيم. ميسي عمل الماتش كله في اخر 10 دقايق، برضه راح ناحيه الشمال زي ما عمل مع كريم حافظ، وكان المفروض تريزيجيه ينزل يكمل يساعد، زي ما كان اخونا حسام بيقول انا نزلت تريزيجيه عشان يساعد، وتريزيجيه اصلا ما جاش، نزل كان تايه، ما هوش عارف اصلا هو بيعمل ايه. ده انتوا شفتوا ميسي رفع باصه، جونين، كسبهم الماتش، طلعهم فاينل. هي دي قمه ميسي لمن لا يعلم يعني، وهي دي قمه الارجنتين لمن لا يعلم. المره الوحيده اللي في حياتي على مدار عمري ده كله اللي اقلعت عنك يا ارجنتين، وانا اسف، انا اسف يا ارجنتين بكل ما تحمله الكلمه من معنى، اسف اسف اسف، وهفضل اقول اسف العمر كله، ان انا غيرت عقيدتي وعدلتي وبعدت عن تشجيع الارجنتين عشان خاطر حدوته طلعت انها كلها في صالح النادي الاهلي. ليه بقى؟ الخطيب زي ما بذكركم تاني له اليد العليا في مصر، عايز باي شكل من الاشكال ما يلعبش كونفدراليه علشان كاس العالم للانديه، وعشان الحدوته اللي احنا عارفينها دي. يوم يميل على مين؟ على ابو ريده طبعا ما يقدرش يقول للبيبو لا خالص. وحسام واخد شويه اللاعيبه اللي بتاع الفريق اللي طلع ثالث في الدوري اللي ما لهمش اي لازمه، ما كانش فيهم غير الواد مروان عطيه وشوبير، ربنا يكرمه ويخليه لابوه. احسن حاجه حصلت في كاس العالم بالنسبه للمصريين هي احمد شوبير. انما زي ما انتم شايفين خرجنا بوكسه. انما انا بقول لكم حسام ما زال عند رايه وعند كلمته اللي يحافظ على مكانه. لو النهارده بس طرح عليه تشكيل لبطوله بالنسبه لمصر هياخد دول، وهياخد عدد اكتر من النادي الاهلي، واللي عاجبه طالما انا ضامن مكاني بهذا الشكل. تغور بقى كل الدنيا وكل البتاع، وانا عملت الاعجاز والانجاز، وقلنا يعني الكهارب والحفلات والبتاع، مش عايزين نقول طهور بقى واعياد الميلاد والكلام ده، علشان يعني ايه من التعبير ما يخناش يعني. اهو برضه منتخب مصر فاللي حصل ده والهيصه اللي ملهاش اي لازمه دي، انا كل لما بشوف ان احنا كان ممكن نلعب مع سويسرا ونوصل للسيمي فاينل ونلاعب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، نلاعب الارجنتين، نلاعب انجلترا مكان الارجنتين، والله العظيم 3 بحزن حزن السنين ومنهم لله. انما طبعا احنا شعب غريب الشكل، اي حاجه شابكين، عايزين نفرح وخلاص باي حاجه. يعني دور 16 قابلنا الرئيس وسلمنا وعملنا واحتفالات في العربيه واحتفالات في البرامج واحتفالات في الاستاد وبتاع. والموضوع يا جماعه ده احنا طالعين من دور 16 يعني. هاتولي حد لاعب في الكوكب او اي حد طلع من دور 16 عمل اللي انتوا عملتوه ده، او من دور 8 او من السيمي فاينل. يعني انتوا فاكرين ان انجلترا
لو راحت انجلترا هيستقبلوها استقبال الفاتحين يعني، انها ضيعت الفينال منها، اشك. انما احنا بعدتنا مصريين بس بنلاقي ايه، اي حدوته علشان نلغوش على ما هو قادم. قلنا نشيد وقعدنا نشيد بالتجربه، وقلنا نبدا بقى من حيث ما انتهينا، والكلام ده اتضح ان اصلا كل الحدوته دي ما هي الا لعبه لارساء مبدا ان الاهلي وبس، والحدوته لازم تكمل ازاي؟ بقرار من ابو ريده لاعطاء الاهلي الفرصه في انه يدخل ثالث في بطوله افريقيا. الى الان حواديته كلامه محدش فاهم برضه هتوصل لفين وهتبقى ازاي. انما يعني انا بقول لكم لو الكرة كده زي ما قلنا قبل كده بلاها كرة خالص، مش مهم كرة. وبنقول لك برضه يا بيبو ان الله لا يصلح عمل المفسدين، قلناها لك. وللاسف برضه عانيت وما كنتش يعني ايه عايز تقتنع. اديك بعت تريزيجيه بالبخس وعطلانه معاك زيزو، لان مفيش نادي ياخده. زيزو اللي ماي حلم النهارده طلع بتقول له خسرت بس كسبت سندوتش، يعني عايزه تقول له يا جعان كسبت سندوتش. ان الله ان ربنا ما بيضيعش حق حد، فبتعمل عليه اسقاط يعني. خسر قضيته مع الزمالك، المحكمه حفظت القضيه. ابو طلع يقول كويس قوي ان القضيه اتحفظت عشان هنوصل لايه؟ للمحكمه الرياضيه الدوليه. الحاج مصطفى ابو كرش اللي ما كانش لاقي بنقول عليه احنا سندوتش الميكس اللي هو الفول والطعميه، دلوقتي بيتكلم في 80 مليون والمحكمه الرياضيه الدوليه وعمار يا مصر. اشكال نازله على الرياضه، انا مش عارف منين ده هي. وكل اللي يجي يتكلموا يقول له مع الاحترام. انا عايز اعرف حاجه بقى. عزيزو كان ملء السمع والبصر في الزمالك، وكان يعني بصم اشهر واحد في الكوكب المصري. حد سمع عنه حاجه؟ في برنامج استضافه؟ في حد قال معاه اي حاجه؟ بالعكس ده استضافوا محمد هاني اللي دخل فينا جونين وما استضافوش زيزو. تخيلوا، محمد هاني هداف مصر دخل فينا جونين، استضافوا عمرو اديب، استضافوا وما استضافش زيزو. محدش استضاف زيزو يا جماعه. ليه؟ ليه الكرة كده دوارة؟ قعدت انت فكرت ان انت بلغت الجبال طولا وبتاخد اكبر عقد. ضحوا بتريزيجيه علشان اقول لك اوضه اللبس. حبيبي اوضه اللبس مش بسبب تريزيجيه خالص. تريزيجيه جاي من احتراف ورجل له قيمه. محدش ابدا اتكلم على عقد تريزيجيه. انتوا بس عايزين تعملوها حلوانه في سلوانه زي ما بتقولوا. كل الفكره زيزو اللي جاي من الزمالك كان بياخد 20 مليون جنيه، انت اديته 140 مليون جنيه. ابو واخد 50 و رانج روفر ب 25 مليون. فبنقول لسعادتك القضيه مش قضيه تريزيجيه. انتوا عايزين تلزقوا في تريزيجيه وعشان اوضه اللبس وبتاع. لا يا حبيبي، اوضه اللبس مش هتتعدل الا لما تخلص من زيزو. وانت حر، خليه. اقسم بالله انا ما عايزه يمشي، والله على ما كل شهيد وحسب على هذا اليمين. انا ما عايز زيزو يمشي، انا عايز زيزو يفضل في النادي الاهلي لما يجيبوا الارض. زيزو هيجيب النادي الاهلي لمسه اكتاف طول ما هو قاعد معاكم. خلوه افرحوا بيه، وان شاء الله تبارك وتعالى هتشوفوا النتائج بتاع وجود زيزو معاكم هتبقى عامله ازاي. شكرا ل الرجل الجميل شعيب، كمال شعيب، الدكتور كمال شعيب، اللي بيكسب كل القضايا لنادي الزمالك، ما خسرش ولا قضيه. وان شاء الله هنتكلم فيما هو قادم عن احوال نادي الزمالك. يا بيبو ان الله لا يصلح عمل المفسدين. ربنا كبير واكبر من الكل. اياك تفكر ان انت والبرتيتا ابو ريده وبتاع وانضم لكم حسام حسن، حاشا لله. لا لا لا، ربنا اكبر من الكل، اكبر منك ومن ابو ريده ومن حسام حسن ومن سويلم ومن دياب ومن كل الدنيا. وان شاء الله لنا كلام تاني. السلام عليكم.